السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر واشم ودي قناه تعلم تي في. الفتره اللي فاتت دي على السوشيال ميديا ظهر ستوريز كتير جدا لطلبه الثانويه العامه، والفيديو ده موجه لحد تقريبا ورا الكاميرا دلوقتي، الا وهي اختي. الثانويه العامه اقدر احكم عليها لان هي تجربه كانت صعبه. انا كنت دفعه كورونا، دفعه ممكن يكون اتلغى لها حاجات من المنهج، وانا كنت علمي وكنت ازهري فكان عندي مواد كتير، فبالنسبه لي دي كانت حاجه كويسه. وفتره الثانويه مرت عليا عادي، كانت سنه زي سنه ما اخدتهاش فكره ان هي كانت سنه وعصيبه وخلاص، وكنت زي الشباب او صحابي اللي كانوا بيقعدوا ويسهروا. لا، بالنسبه لي كانت سنه عاديه خالص. وده تقريبا بان برضه في درجتي ان انا كنت جايب 86%. وغير كده فتره كورونا اللي دخلت وانا كنت عملت عمليه فقعدت ومش عارف ايه. فالستوريز اللي كانت طالعه دي يعني ايه، عملت ريفرش كده للمايند سيت او الذاكره بتاعتي، عملت ريفرش كده برضه في الفتره الاخيره دي، يعني الواحد شد فيها. فالفيديو ده موجه لكل طالب او طالبه ثانويه عامه. الفترة خلاص يعني فاضل مثلا 30 يوم او اقل كمان من 30 يوم. فاللي خلاك تجتهد التسع شهور اللي فاتوا دول، بلاش ال 30 يوم دول. لان انا كنت اعرف ناس كانوا عام وكانوا ازهرية وقعوا في اخر فترة دي. تقريبا دايما بشبه الثانوية العامة بانها ماراثون، اللي بيجري دايما حوالين التراك وبيجري وبيقعد يجري 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 يجري، بيجي في الاخر ونفسه بيقطع. وده بالظبط اللي فيه ناس كتير بتعمله. ناس بتقدر تكمل الماراثون ده وتوصل للنهاية وهي قادرة تبدأ من الأول جري، وفي ناس تانية بتبدأ الماراثون ده هادي خالص وبتقدر توصل مع اللي ماشي بسرعة. فالفكرة من الفيديو ده هي خلاص فترة، سواء كنت أدبي أو علمي، فأنت عندك هدف ان انت عايز توصل لحاجه. عندك هدف ان انت عايز توصل مثلا لكليه طب لو انت في علمي، لو كليه ادبيه فانت عايز توصل مثلا لاعلى حاجه الا وهي اللغات والترجمه مثلا لو انت عام. فانت عندك هدف. الهدف ده دايما انا بحطه قدامي. مثلا انا عندي هدف ان انا اوصل في اليوتيوب مثلا، وحاطط هدفي قدامي ان انا اكون احسن صانع محتوى مثلا في اليوتيوب، وان انا احضر على منصه تيدكس في يوم من الايام، وان انا اقابل مثلا واحد زي احمد ابو زيد، وان انا اكون احسن صانع محتوى على تيك توك في التصنيع في اللغات وحاجات كتير جدا، وحاطط الهدف ده قدامي. انت كذلك حط هدفك قدامك. معلش انت في مصر هنا يعني حته الحساسيه بتاعت الثانويه العامه دي بيتحكم برضو عليها ايه، ان انت ذاكرت بكليتك ما ذاكرتش بكليتك. حتى لو انت ذاكرت، يعني حتى لو انت طول السنه عمال تدح وتذاكر وتحضر دروس وتسهر وكل حاجه، المقياس ده هي نتيجتك. فلو مثلا مقياس نتيجتك بعد ده كله كان وحش، فانت شخص ما كنتش بتذاكر. وده عقليه متخلفه عقليا. يعني انا دايما العقليه دي بتتعبني نفسيا، اللي هو مثلا لو انت في الكليه فانت طالع عين اهلك طول السنه مذاكره وبتحضر سكاشن ومحاضرات وبتروح وبتيجي وبتمشي المغرب وبتروح من الساعه 8 وكل الحاجات دي، ومثلا لو شلت ماده او مادتين او وعدت السنه دي كلها، هو بيتبص لك ان انت ما ذاكرتش، ما عملتش اللي عليك. حتى لو انت ذاكرت، بس ان فكره ان انت ما يكونش عندك عقليه ان الشخص اللي قدامك ده تعب بس ربنا ما كرمهوش ولكن ربنا مخبي له حاجه احسن، لا مفيش الفكره دي. فهي بس يعني حاول ان انت تتعب شويه دول، تحاول انت تتعب الفتره دي، ما تكونش ريلاكس خالص وتهدى. لا، شد. انت لو عايز تخش طب وحاطط هدف الطب قدامك اجتهد عليه. مثلا انا اعرف حد عايز يخش لغات الترجمه مثلا، اجتهد علشان ده، اجتهد. حتى بص اقول لك حاجه، حتى لو ربنا ما كرمكش بيه واهلك نفسهم كرموك بيه، ما تزعلش. هو عقليته كده، هو شايف ان هو ده الدرجه بتاعتك، ده هو مذاكرتك. ما يعرفش ان انت ممكن تكون ذاكرته اكتر بكتير جدا من ممكن واحد جاب كليه طب مثلا او جاب كليه انت كنت نفسك فيه.
فده ما يزعلكش، هو عقليته كده. خد الدنيا تمام بعد النتيجه وعادي خالص، بس اعمل اللي عليك. اعمل اللي عليك وذاكر، اعمل اللي عليك واجتهد، اعمل اللي عليك ومالكش دعوه بالباقي. الباقي ده بتاع ربنا. كل اللي عليك ان انت بتجتهد بس. احنا بنجتهد في الحياه عموما، فايا كان الحاجه اللي انت عايزها اجتهد فيها. اجتهد ومالكش دعوه بالباقي. التدبير دي بتاعت ربنا مش بتاعتك خالص. فكره ان انت دايما حاطط طب ايه اللي هيحصل وايه اللي مش هيحصل وايه اللي انا طب ممكن المراقب يكون وحش، طب مش، كل الحاجات دي مالكش دعوه بيها. كل الحاجات دي ما تخصكش في حاجه، دي حاجه ربنا حاططها. انت اللجنه كانت كويسه ده ربنا كرمك، اللجنه كانت وحشه ده ربنا كرمك. دخلت كليه انت عايزها ده ربنا كرمك، ما دخلتش كليه انت عايزها ربنا ده كرمك برضه. يعني احنا دايما بنشوف ان لو ما دخلتش الكليه فربنا غضبان عليا ان انا مثلا عملت ذنب او حاجه. لا، ما تتحسبش كده خالص. تتحسب ان ربنا حطك في مكانه انت ممكن تكون احسن فيها من كليه انت كنت فاكر ان هي ممكن تكون كويسه بالنسبه لك. فدي حاجه او رساله لاي طالب ثانويه عامه. اجتهد، اجتهد واعمل اللي عليك. هم فاضل كلهم 30 يوم وهتلاقي نفسك في اللجنه. لما تخش كليه مثلا انت عايزها وتحبها وتكمل فيها، وده خلاص ده الشغف او ده الباشن بتاعك، ده اللي هيخليك تكمل الحاجه دي، فخلاص ده تمام. ما دخلتش الكليه اللي انت كان ربنا كاتبها لك ودخلك كليه ثانيه، برضه دي حاجه كويسه. بس كل اللي انت عليك انت تعمله انك تجتهد في الفتره دي بالذات وتعمل اللي عليك انت.